الالوان المالكه قلنا السنه دي قلنا الالوان الليليه، يعني قلنا لون اللؤلؤ، اللون الابيض، اللون الرمادي، اللون اللي هو الرصاصي، او اللون الاسود، او اللون الفضي. قلنا دي الالوان المالكه السنه دي. حطي معاهم كمان اللبني اللي هو الاكوا مارين، او نحط كمان معاه لون السماوي، او ممكن كمان اللون الفيروزي. لكن هقول لكل برج المره دي ايه اللون المناسب ليه. يعني ايه؟ يعني تلبسوه، تحطوه في شنطتكم، البسوه كسكارف او كاشارب بتحطوه، توكه، حطوه في البيت لون حيطانكم، لون سجاده في البيت، لون لون مثلا في العربيه تحطوه لسبحه مثلا تعلقوها في العربيه، اي حاجه. المهم اللون ده طول ما هو موجود معاكم ان شاء الله باذن الله بيكون فيها انفراجه للابراج دي. لو ابتدينا من برج الحمل الناري، يعني السنه دي هيكون معاه اللون الاحمر بدرجاته. يعني ايه؟ يعني الاحمر النبيتي الطوبي، الاحمر والنبيتي والطوبي واللي هو بنقول عليه دم غزال، واللي بنقول عليه كمان اسمه ايه، كبدي، اللي هو الاحمر الكبدي. الحاجات دي كلها بتدي لبرج الحمل طاقه عاليه جدا جدا لو لبسها او اقتناها. برج الثور معاكم السنه دي الاخضر والبني، لان انتوا طاقتكم طاقه ترابيه فبندي طاقه الزرع، فالسنه دي معاكم الاخضر ومعاكم البني. انا برجح اكتر اللون البني، لون التربه، او ممكن كمان نقول اللون الاصفر للرمال، لكن الاحسن بالنسبه لي هو البني لانه لون الطمي. لو خدنا برج الجوزاء انتوا لانكم برج هوائي فناخد الفضي وناخد الرمادي والاسود اللي هي الوان الليل. لو رحنا لبرج السرطان معانا اللون الابيض والفيروزي واللي هي الوان القمر، وعندنا كمان اللون الفضي. دي الالوان اللي انا بنصح بيها جدا جدا لبرج السرطان. برج الاسد انت برج ناري جميل، معاك اللون الاحمر، البرتقاني، الاصفر، وكمان الذهبي. دي من احسن الالوان اللي تقدر السنه دي تلبسها يا برج الاسد، لان انت اصلا طاقتك طاقه الشمس او بيتك هو الشمس. انا عامه بنصح باي حاجه ذهبي، كانت حلق ممكن تلبسوه، خاتم، اي حاجه مش لازم تكون ذهب، ممكن تكون اي حاجه حتى لو ذهب مستعار. معانا كمان لبرج العذراء ممكن تلبسوا البني والاخضر زيكم زي برج الثور لان طاقتكم طاقه ترابيه، وبرضو انا هنا يا برج العذراء بميل اكتر للون البني. برج الميزان هوائي، لكن انا هديله الازرق والفضي. هديله الازرق اللي هو لون السماء اللي هو اللبني، او هديله الفضي. معانا البرج العقرب، لان برج العقرب عامه معروف بغموضه، معروف بان هو برج ما بيصرحش بالحاجه اللي جواه، فنقدر نديله اللون الاسود الليلي، او ممكن كمان ياخد اللون الفضي. وانا برجح اكتر طاقه الفضه لبرج العقرب. لو خدنا القوس، برج القوس انت برج ناري، انا بدي لك لونين السنه دي، اللون الازرق وكمان اللون الاحمر. طاقيا هتفرق معاكم جدا جدا، وهتفرق معاكم روحانيا جدا. الجدي لانك برج ترابي برضو، معاك البني لانه لون التراب او الاصفر، لكن انا برجح لك اللون البني او الاسود، الوان الطمي او الوان الطين اللي بيزرع منه بنطلع منه الزرعه الحلوه الخصبه. اما الدلو انت معاك حاجتين، معاك اللون الازرق ومعاك اللون الفضي برضو، دي الالوان الطاغيه السنه دي. وبرج الحوت انت معاك اهم حاجه الوان الميه يا حوت، معاكم الفيروزي ومعاكم اللون اللبني الفاتح ومعاكم كمان اللون الابيض، فمعاكم الازرق بدرجاته، الفيروزي واللون الابيض. دي الحاجات الالوان اللي انا بنصح بيها الابراج، خلوها موجوده دايما في اي حاجه حواليكم، في بيتكم، في حياتكم، في شنطتكم، في اي حاجه علشان الدنيا تبقى كويسه. استنونا في فيديو تاني هنتكلم فيه عن طاقه الاحجار الكريمه، وكل برج ليه ايه من الاحجار السنه دي، او المعدن اللي خاص بيه السنه دي، وهقول لكم عليها بالتفصيل، وازاي تاخدوا بيها طاقه حلوه وتبتدوا بيها طاقه روحانيه جديده. استنونا في فيديو جديد. سلام.